عندك مشاكل في بشرتك، رحتي المصيف ورجعتي لقيتي بشرتك اغماء الدرجه او 2 او 3 حتى، طب لقيتي في اثار كتير جدا جدا سببتها الشمس في خلال فتره الصيف اللي احنا فيها دي، لقيتي في بقع او غمقان، لقيتي في اثار لحب الشباب، كل ده المنتج اللي انا هقولك عليه دلوقتي هيعالجهولك. لو عايز تعرفي ايه المنتج ده كملي الفيديو للاخر. ايه المنتج بقى اللي هيعالج لك كل اللي انا قلت عليه في الاول؟ هو الروتين التفتيح بتاع دراكون. عايزه اقول لكم ان انا شخصيا بشرتي بتغمق جدا جدا من الشمس، يعني مثلا باجي اصيف ارجع الاقي نفسي خلاص انا واخده بغمق بتاع 3 درجات او يمكن اكتر كمان عشان ارجع للوني الطبيعي، فانا باخد وقت كبير قوي، ممكن اقعد لحد السنه اللي بعدها لوني مش راضي يرجع مهما استخدمت من اي منتجات. لما استخدمت الروتين ده، انا حاليا بقالي شهر بستخدمه، بشرتي رجعت للونها الطبيعي، وانا شخصيا اتفاجئت ان انا اخيرا رجعت لوني الطبيعي من غير ما استنى سنه بحالها. فانا بجد ريكومند المنتج ده جدا جدا جدا، وهقول لكم في الفيديو ده ايه المواد الفعاله اللي فيه بالظبط اللي خليته اكتف جدا 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 معايا ومع غيري كمان. طب العبوه دي بتتكون من ايه؟ العبوه دي بتتكون من غسول ومن ماسك. الغسول انا بغسل بيه بشرتي تكون منديه فيها ميه، وايديا تكون برده فيها ميه، واحط شويه على ايديا واعمل بيه مساج لبشرتي لمده دقيقتين. ظبطي تايمر جنبك تغسلي بشرتك لمده دقيقتين عشان تضمني ان المواد الفعاله اللي موجوده جوه الغسول تشتغل على بشرتك. تاني حاجه بعد ما تستخدميه، تستخدمي الماسك بتاع دراكون. الماسك ده انا بستخدمه مرتين في الاسبوع، انت ممكن تستخدميه من مرتين ل3 مرات بس في الاسبوع، وكل مره بتحطيه على بشرتك لمده 5 دقائق وبعد كده تفركيه وتغسلي بشرتك. هتلاقي نتيجه حرفيا من اول اسبوع، بجد بجد ده عن تجربه مش كلام دعايه ولا اي حاجه خالص. تعالوا نشوف بقى مع بعض المكونات بتاعه الغسول. الغسول بيتكون اول ماده من ماده الميلاسلو. ماده الميلاسلو دي من المواد اللي بتقلل اثار الشمس واذيتها على بشرتك، فلو الشمس خلت بشرتك تغمق او سببت لك اي بقع، فماده الميلاسلو دي هتعالج لك البوينت دي تمام. تاني حاجه في الليكروش اكستراكت وكمان البربري اكستراكت، والاثنين بيشتغلوا زي بعض في انهم برضو مش يعالجوا بس الاثار بتاعه الشمس، لا هما بيعالجوا اي غمقان في الوش عامه. هما بيسببوا ان الوش ينور، بيدوا نضاره للوش حلوه جدا جدا، وبينوروا الوش وبيفتحوه عامه، وبيعالجوا بقى اي اثار، سواء بقى اثار حب شباب، اثار للشمس، اي بقع موجوده في وشك حتى لو بسبب السن، البقع الصغيره بتيجي بسبب السن، برضو كل ده بيعالجوه المادتين دول. برضو في مادة العسل، ومعروف ان العسل بيدي جلو للبشرة وبيخليها نضارة وبيخليها منورة كده حرفيا، وبيتحكم كمان في افراز الدهون بتاعت بشرتك. فانت لو بشرتك سواء بتفرز دهون كتيرة او الافراز الدهون بتاعتها قليل وانت محتاجة ترطبي، فهو بيشتغل في الناحيتين ان هو بيعمل بالانس لنسبة الدهون اللي موجودة على بشرتك. مادة كمان الدراجوستات، ودي مادة مرطبة قوية جدا جدا، وكمان في نسبة فيتامين اي وبنسينول، ومعروف ان الفيتامين اي ده انتي اوكسيدنت فبيعالج الاكسده. لو انت بشرتك بتبقي جوه البيت حلوه وجلو، بعد كده اول ما تطلعي بره وبشرتك بتتعرض بره تلاقي نفسك اغمقيتي، فانت كده تعرضتي للاكسده، فالفيتامين اي ده مضاد للاكسده، فهيعالج لك برده الاكسده اللي بتحصل لبشرتك والغمقان اللي برده ممكن يحصل. ده غير كمان ان هو هيرطب بشرتك وهيحمي بشرتك تجاه اي عوامل خارجيه، هيشتغل كبارير بالظبط للسكن. ندخل بقى على الماسك. الماسك جميل جدا جدا جدا، فعال بشكل مش طبيعي، ومش للوش بس، انا كمان استخدمته لايدي. البنات المحجبات اللي بيشتكوا ان الايد عندهم دايما اغمق من باقي الجسم، حطوا الماسك ده على ايديكي كمان مش وشك بس، وصدقيني صدقيني هتدعي لي من كتر ما هو بيفتح البشره قوي وبيشتغل النتيجه بسرعه جدا. هي من مرتين ل3 مرات في الاسبوع، ماسك 5 دقائق يعني 15 دقيقه في الاسبوع، هتلاقي بشرتك افتحت ورجعت للونها الطبيعي، مش افتحت عن لونها الطبيعي. يجي نشوف بقى ايه المكونات اللي موجوده في الماسك ده اللي خلته فعاله قوي للدرجه دي. في ماده الكوجيك اسيد، في الليكروش اكستراكت زي المواد اللي موجوده في الغسول، واضافه عليها بقى الكوجيك اسيد والاربيوتين والفيتامين سي والكو انزيم كيو10 والنياسيناميد. كل المواد دي فعاله جدا 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 كمضادات اكسده وكترطيب وكتفتيح للبشره، قويه جدا جدا جدا. بيعالج كمان كل السكارز اللي موجوده في البشره، فانت لو عندك اي اثار مش بس للشمس، اثار للسن، اثار للشمس، اثار لحب الشباب، كل ده الماسك هيعالجها، وبجد ده عن تجربه شخصيه. في النهايه انا برشح لكم المنتج ده وبشده، وعايزه اقول لكم ان في اوفر كمان عاملاه الشركه ب 222 بدل 350 للعبوتين مع بعض، واحنا عندنا في صيدليه دكتور ماجد خيري عاملين لكم اوفر كمان غير السعر ده، يعني اقل كمان من السعر اللي موفراه الشركه، فالحقوه عشان هو على عبوات محدوده.
اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انكم تجربوا المنتج وتقولوا لي رايكم فيه تحت في الكومنتس، ولو عايزيني اجرب لكم منتجات تانية واقول لكم رايي فيها برضو اكتبوا لي. كانت معكم دكتور سيلفانا يسري من صيدليه دكتور ماجد خليل.